إذا لعبت الألعاب أو تتابع قناة ريبات طبعا أكيد مر عليك أمور غريبة أو ما لها تفسير داخل الألعاب على الأقل. يعني وش هرجة هذا الباب اللي في دارك سولز؟ وش قصة الساوند ليست اللي في لعبة سونيك ومو مستخدم؟ وليش في أماكن تحس إنها مصممة بالكامل بس ما استخدموها في اللعبة؟ والمشكلة ممكن المطورين يعرفوا بهذا الشيء وبالعكس يطقطقوا عليك، يقولك يعني مو مفترض إنك تكون هنا. وأمور ثانية ممكن تكون أغرب من هذه. الأشياء اللي شفناها معروفة بملفات المتروكة، واللي مقصود فيها أن ملفات ما يتم استخدامها من قبل اللعبة في المنتج النهائي. يعني مساحة زيادة على الفاضي. ايوه، شوف، عملية تطوير الألعاب ما هي عملية بسيطة، عملية ممكن تاخذ سنوات من التطوير، فأكيد ممكن يكون في بعض الأخطاء أو أمور تغيرت مع التطوير وأمور ما عاد لها قيمة أو احتياج في وسط اللعبة. بعض الأحيان يكون المطورين طفشانين فيحطوا لك أشياء غريبة، نفس اللي صار في هيلو 2. جاب أم العيد حط صورة خوخة. المصيبة استهبال نفس هذا بسيط جدا كلف مايكروسوفت $500,000، مو بأساس يعني يعدلوا على الملفات، لا خلاص اللعبة انشحنت أيام قبل الألعاب تكون على أقراص، فقط عشان يكتبوا كلمة نود على الغلاف بحيث أن اللعبة تحتوي على هذا الشيء في ما تحتوي. بس مقطعنا اليوم راح يركز على جانب مختلف، ملفات متروكة غريبة مو مفترض منك أنت كلاعب توصل لها، هذا غير أنه بعضها يستغلنا كلاعبين. هذا مقطعنا اليوم توب 5 أمور غريبة تم العثور عليها داخل ملفات الألعاب. أنا عبد الرحمن من قناة ريباد وخلونا نبدأ. في المركز الخامس كابهيد من الألعاب اللي تحس ما تفقد رونقها أبدا. مع الدي ال سي شفنا انفجار اللعبة وصارت ترند في كل مكان لدرجة انها باعت 1,000,000 نسخة، إضافة تبيع 1,000,000 نسخة ولعبة اندي، شيء مرة رهيب. على ان اللعبة مرسومة بستايل قديم ويذكرك بالزمن الجميل إلا انها أبدا مو طفولية، والقصة تتكلم عن كازينو وخسارة كابهيد وماغمان لأرواحهم، شيء سوداوي. مع ذلك اللعبة ما توقف هنا، في واحدة من الملفات المتروكة داخل اللعبة واللي اكتشفوها اللاعبين عبارة عن صوت غير مستخدم. اوكي، وين شيت. ايش قاعد يصير؟ ليش ملف نفس هذا موجود في اللعبة؟ وش الوظيفة منه؟ وليش فجأة كذا يقلب بشكل غريب؟ بعد مدة اتضح انه هذا الصوت يشتغل مع النسخة المكركة من اللعبة، ما هي بالنسخة الأصلية. يعني إذا أنت تلعب اللعبة وتنزلها من الانترنت بدون ما تشتريها راح يشتغل معك هذا الصوت. أنا كنت أعتقد أن الموضوع أوكي يوقف هنا، لكن الشيء الغريب مرة يوم مسك الصوت هذا ومثلوه بموجة طيفية طلع معهم رسمة غريبة، الشيطان بالفيز الأول والثاني والثالث. أمانة ما أدري وش الفكرة إنه يحط الصوت ويخلوه يمثل هذه الأشكال. أوكي مرعب، بس هل في أحد فعلا ممكن ياخذ الصوت ويمثله كذا؟ ما أدري. رقم 4 Animal Crossing. قبل لا أبدأ أتكلم عن اللعبة نفسها لابد نتكلم عن نينتندو، حلو؟ لأنه مهم جدا نفهم سياسة نينتندو عشان نفهم وين المشكلة في الملفات المتروكة. نينتندو واحدة من الشركات اللي صعب جدا انها تفرط بحقوق الملكية، واي انتهاك لها بأي طريقة راح تهاجم وبقوة. والكلام هذا مو فقط للمؤسسات والشركات، حتى الفرق والاشخاص ممكن يهاجموهم بشكل صريح ويرفع عليهم دعوة وقضايا. واكثر شغلتين بنظر نينتندو انها تهدد مصلحتها هي الروم والمحاكيات. الان نرجع لأنيمال كروسنج، لعبة المحاكيات اللطيفة اللي نزلت في 2001 في اليابان و2002 في امريكا. في هذا الجزء اللي نزل على الجيم كيوب كان بامكانك انك تلعب العاب ال NES من داخل اللعبة، وهذه الالعاب كايتم تقدر تحصلها باماكن مختلفة داخل اللعبة او انك تشتريها من اليانصيب. الشيء الغريب واللي يعتبر ثوري بوقته انه الالعاب هذه تشتغل بشكل سلس وكامل من داخل اللعبة، واللي كان محير ناس كثير. يعني هل فعلا نينتندو بنت هذه الالعاب داخل لعبة أنيمال كروسنج؟ وهنا كانت صدمة خصوصا لشركة نفس نينتندو. في البداية داخل اللعبة في واحد من أجهزة ال NES ما يشغل لك أي لعبة ويكتب لك جملة لا يوجد أي سوفت وير. واحد من المحللين لاحظ شيء غريب، إنه يوم تضغط زر A في كود يتم تطبيقه،
ولكن ما في سوفت وير، فوش الكود اللي يتم تطبيقه وقت ما تضغط زر الاي؟ بعد ما حلل اكثر واكثر لاحظ انه هذا الكود يحاول يأشر الى ملف معين، لكن هذا الملف مو موجود. وهنا قرر يسوي شيء مره غريب، حط ملف للعبه ميجا مان، ويوم شغل هذا الايتم وضغط حرف الاي لعبه ميجا مان اشتغلت معاه. هو جاب روم للعبه ميجا مان وحطها داخل لعبه واشتغلت. ما ادري اذا هي وصلت لك ولا لا، نينتندو كانت تستخدم المحاكيات من داخل لعبة انيمال كروسنج، الشيء اللي هي تحاربه. مو بهنا المشكلة، المحاكي اللي استخدمتها نينتندو ما هي محاكي هي بنتها بنفسها، هو محاكي طرف ثالث. الشيء اللي يدل على هذا الشيء في كريدت اللعبة يظهر لك اسم الشخص المسؤول عن الإيميوليتر، توموهيرو كواسي، ان شاء الله اني نطقت اسمه صح. هذا الشخص قبل ما ينتقل مع نينتندو كان شغال مع محاكيات الطرف الثالث. وممكن تقولي اوكي يا عبد الرحمن، شغال معهم مو بالضرورة انه هو نقل نفس المحاكي هذا لنينتندو. اقول لك لا، لان ملفات الالعاب اللي حصلوها داخل اللعبة مطابقة تماما للرومز اللي كانت موجودة ويشغلوها على المحاكيات. الالعاب اللي داخل انيمال كروسنج عبارة عن رومز ممكن تكون مأخوذة من الانترنت. المضحك انه حتى في فيرتشوال كونسول المحاكي اللي مستخدم في الوي والويو يستخدم نفس الملفات اللي موجودة في انيمال كروسنج. نينتندو اللي تحارب الإيميليتر تستخدم إيميليتر طرف ثالث. في المركز الثالث هاف لايف 2. فالف أمور غريبة أكيد، حاول تستخدم شفرة اختراق الحيطان في الجزء الأول. مصدق عمره ذا مسوي كوجيما، أو دقيقة كوجيما قلد؟ مين قلد الثاني؟ في هذا المركز ما راح نتكلم عن هاف لايف 1، راح نتكلم عن هاف لايف 2، واللي بالمناسبة تقدر تشوف من خلال هذا المركز كيف ان الالعاب كانت ذاك الوقت مقيدة ومستحيل توصل للحرية اللي وصلت لها الافلام. بعد نجاح الجزء الاول كان متوقع انه في جزء ثاني من اللعبة، وبالفعل في مؤتمر E3 2002 تم الاعلان عن اللعبة وعرض جيم بلاي. في هذا المعرض عرضوا الجيم بلاي للعبة وبعض الامور، ولكن اللاعبين لاحظوا شيء غريب، انه يوم صدرت اللعبة بعض المابات اللي عرضوها في E3 تم ازالتها. اوكي، شيء طبيعي انه في العاب يكون فيها خرائط ويتم ازالتها، ما في اي مشاكل، بس هل فعلا تم ازالة الماب بدون سبب؟ بعد تفحص ملفات اللعبة حصلوا انه ماب باسم E3 Industrial موجود داخل اللعبة، ولكن هذا الماب مو شغال، فاحتاجوا انهم يرمموا هذا الماب، وفعلا قدروا يشغلوا هذا الماب. بس قبل لا نبدا خلينا نتكلم عن قصة هاف لايف 2 بشكل بسيط. تدور احداث القصة حول امبراطورية فضائية غزت الارض وسيطرت عليها، واسمهم الكامبين. من بداية هذا الجزء تقدر تشوف هذا الشيء بشكل واضح. الآن نرجع لماب E3 Industrial. الماب فعلا مكمل القصة، هو ضمن نطاق سيطرة الإمبراطورية الفضائية. واحدة من المناطق داخل هذا الماب هو المصنع، واللي باعتقاد كثير من الناس سبب حذف هذا الماب. المصنع متكون من عدة مناطق، واحدة من هذه المناطق عبارة عن محرقة جثث، وكحال أي استعمار يكون فيه استعباد، فطبيعي اللي راح يشتغل في هذه المصانع مو الفضائيين، البشر اللي كانوا يشتغلوا في محارق الجثث اللي ذكرتها قبل شوي هم الأطفال. تخيل أن الطفل يحرق جثة في محرقة جثث. طبعا هذه صور لمجسمات الأطفال اللي كانوا موجودين داخل هذا الماب اللي انحذف، واللي كان شيء طبيعي جدا، لأنك إذا تتكلم عن ألعاب تشوف فيها شيء نفس هذا أكيد بيسوي ضجة إعلامية. وإيش الرسالة اللي كانوا يحاولوا المطورين يوصلوها؟ ما أعرف، ولكن اللي أعرفه ومتأكد منه إن الصعب مثل هذا الطرح يكون موجود داخل اللعبة، على الأقل بذاك الوقت. في المركز صورة مسربة من متجر ريباد. اوكي، احاول اسوي اعلان يا اخي، خلنا نسترزق. منتج جديد في متجر ريباد عبارة عن لوحة اكريليك جدارية تتركب مع اضاءات LED RGB باشكال جيمنج مختلفة، وحتى لو عندك تصميم ودك نسويه مرحبا. طبعا ممكن تقول عبد الرحمن انا بتقروش بحفر الجدار عشان اركب اللوحة، لا، يجي معها علاقات مخصصة لها بدون ما تحفر الجدار نهائيا. هذا غير انها تشتغل في البطاريات، فما راح تحتاج اي سلك USB. تقدر تشيك على منتجات الاكريليك، الرابط موجود في الديسكربشن تحت. وخلونا نرجع للمركز الثاني. في المركز الثاني صدقي Red Dead Redemption 2. صعب جدا اني اتكلم عن امور غريبة وملفات غريبة وما اذكر Red Dead Redemption، حتى لو انها طلعت معانا في التوب اللي قبل. من كثر الامور الغريبة والاسرار في لعبة Red Dead Redemption، لها مجتمعات مخصصة فقط لحل الالغاز، تتكلم عن الغاز حتى ما لها علاقة بالزمن اللي صارت فيه اللعبة. عادي جدا رجل يتنقل بالزمن في لعبة Red Dead Redemption 2، او عظام العمالقة، او حتى خوذة محارب اسباني في امريكا. كلها الغاز واسرار محيرة، ولكن في لغز واحد كان محير اللاعبين الى ان تم اصدار اللعبة على نسخة البي سي وحل هذا اللغز. انا اتكلم عن لغز نايجل. نايجل عبارة عن شخصية ممكن تلقاها في اماكن كثيرة، وراح تميزه مباشرة عن باقي الشخصيات بسبب شغلتين، انه هو بريطاني، وغير كذا ملابسه فخمة جدا.
ولكن أكثر شيء يميزه وأكثر شيء بتلاحظه في شخصية نايجل هو استمراره بالبحث عن شخصية ما نعرفها اسمها كيفن. إلى الآن كل أمور طبيعية. الغريب إنك مهما لعبت اللعبة، مهما ترت اللعبة، مهما فريت كل مكان في وسط اللعبة سواء قبل الخاتمة أو بعد الخاتمة، مستحيل تحصل كيفن. مو من طبيعة روك ستار إن تحط لك ألغاز وما تعطيك الحل نهائيا. وعلى أن نايجل أعطاك أوصاف لكيفن إلا أنها ما تتطابق مع أحد نهائيا. يقول لك إن بنيته كبيرة، لندني، ويحب ينكت. يمكن بداية حل اللغز في دليل اللعبة واللي كان يتكلم عن شخصية نايجل، ويقول لك إن شخصية تدور عن شخص اسمه كيفن ومعاه شغلة تقدر تاخذها لو فتشته. بعد ما تفتش نايجل وتحصل الرسالة تبدأ تشوف تناقضات عجيبة جدا. أول شيء الرسالة مرسلة من شخصية اسمها توم، يقول فيها إنه نايجل وكيفن من بيركشاير مو بلندن، مع إن نايجل يقول لك إن كيفن لندني. هذا غير النقطة الثانية واللي تقول لك إن نايجل كان يحاول دائما يسوي نفسه لندني. مين يدور على مين؟ حرفيا الرسالة لخبطت اللاعبين أكثر من إنها تفيدهم أو تعطيهم حل للغز هذا. وبعد 2 من إصدار اللعبة على الكونسول نزلت للفي سي، وهنا يبدأ اللاعبين يحفروا في ملفات اللعبة ويكتشفوا شيء مرة صادم. من ضمن ملفات اللعبة تصاميم جميع الشخصيات، وعن طريق المودات تقدر تتقمص أي شخصية في عالم Red Dead Redemption 2. بعد البحث عن كيفن فعلا حصلوا شخصية باسم كيفن، ويوم تتلبسها هذا الشكل اللي راح تطلع عليه. مو بهذا نايجل؟ الأمور تبدأ تتفسر إذا ربطنا الرسالة بالشخصية اللي حصلناها داخل ملفات اللعبة. وهنا يبان لك شيء واحد، إن كيفن ونايجل هم شخصية واحدة، وأن المطورين حاولوا بطريقة ما يتكلموا عن اضطراب الهوية الانفصامية، وهو أن عنده أكثر من شخصية واحدة منهم في خياله فقط. هذا الشيء نتيجة صدمة صارت له. في حال اللعبة، في حال نايجل، الصدمة كانت موت أبوه. في حال هذا المرض إذا الشخصية حققت هدفها ممكن تختفي، ولما تحقق هذا الشيء وصار نايجل وكيفن أغنياء اختفت شخصية كيفن، ولكن نايجل ما كان يعرف واستمر يبحث عنه لمدة 8 سنين. حتى بعد الخاتمة لو رحت لشخصية نايجل راح تلقاه معدوم وما زال مستمر يبحث عن كيفن، وحتى هو بنفسه ما يذكر ملامح كيفن، مع ذلك مستمر يبحث عنه. I'm looking for my friend, Gavin. For Gavin. Has he been gone long? Yeah. Few years. Few bloody years. I can't remember what he looks like. I'm looking for him, but I don't know who he is. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. I've wasted my life. Looking. I looked, but I never saw. I saw nothing. Gavin. أمانة شيء محزن وغريب، والعجيب إنه كيف روك ستار تحاول توصل لك معاناة هذول الأشخاص حتى لو عن طريق ملفات داخل اللعبة. في المركز الأول ESEA. في المركز هذا ما راح نتكلم عن لعبة بحد ذاتها، كثر برنامج متعلق بالألعاب. مع بداية انتشار الانترنت ما بين اللاعبين ووصول ألعاب نفس CSGO و TF2، الألعاب التنافسية سيطرت على السوق بشكل كبير جدا، وصارت جزء لا يتجزأ من الصناعة، والموضوع صار فيه فلوس، بطولات تدخل فيها تربح، جوائز تقدر بملايين دولارات. وهنا يجي الطمع إنه في ناس تحاول تفوز بأي طريقة حتى لو كان عن طريق الغش، تركب لك مود، نو هيت، سنايبر، أي شيء. الموضوع تسبب بإزعاج اللاعبين المحترفين، بحيث إنه اوكي كيف انا العب باحتراف ضد واحد غشاش ممكن يقتلني ببرنامج او كود يستخدمه. وهنا يجي دور شركات تنظيم البطولات، واللي منها eSport Entertainment Association او ESEA. الشركة هذه قالت اوكي انتوا تبغوا تلعبوا باحتراف وبدون غشاشين، حنا نعطيكم الحل مقابل اشتراك شهري مبلغ $6. حنا راح نخصص لكم سيرفرات خاصة، هذا غير برامج مضادة للغش، وهذا الشيء مناسب للاعبين. يعني مين يبغى يتعامل مع منو؟ ما حد. فاشتركوا في هذا البرنامج، والموضوع كان ماشي بدون أي مشاكل نهائية. ولكن بعد فترة من الاستخدام لاحظوا بعض اللاعبين أنه أجهزتهم صارت ثقيلة جدا، والبعض اعتقد أنه أوكي طبيعي جدا، أنا ألعب الألعاب أكيد في ضغط على كرت الشاشة، الجهاز بيصير أثقل. ولكن حتى وأنا بعد ما أطفي البرنامج واللعبة الجهاز ما زال ثقيل. هنا في مشكلة. بعد البحث في ملفات البرنامج اكتشفوا أنه في ملفات خبيثة، ملفات تسوي مايننج بيتكوين، وهذا الشيء يتسبب انه يستهلك موارد الجهاز ويصير ثقيل معك مرة. يوم سألوا الشركة قالوا
من جد في برنامج زي كذا؟ كذبة ابريل. ما وشك؟ اكيد انها مزحة من موظفينا. اللاعبين ما سكتوا ورفعوا الموضوع ورفعوا قضية على الشركة، والقضاء ألزم الشركة انها تدفع 2 مليون دولار، مبلغ كبير. انت تيجي اوكي اكيد انهم طلعوا من البيتكوين مبلغ اكبر. توقع كم؟ اكتب في التعليقات. اوكي كتبت. لا مو بمليون ولا نص مليون ولا 100,000، 3600 دولار. ما لحقوا ابدا، اللاعبين على طول جادوهم. تعرف بي سي جيمر ما يرحم. اجل خل كذبة ابريل تنفعك. اول افيد برايي انا انك تسوي لايك كومنت شير وتشوف هذه المقاطع.